لو انت فعلا بتحب الجيم والتمرين قوي كده هتعرف تظبط الدايت بتاعك ومش هتقول كده. وكل ما تتمرن وتلتزم بالتمرين ده هيحفزك تحفيز كبير جدا انك تظبط الاكل وما تبوظش بعد التمرين. حتى هتلاقي في يوم الراحه انك تمشي على الدايت اصعب من يوم التمرين، عشان انت لما تتمرن جسمك بيتحفز انه ما يبوظش وما يلخبطش في الاكل خالص، عشان ما يضيعش المجهود اللي عمله في التمرين. واوعى توقف تمرينك عشان خاطر مش عارف تلتزم على الدايت. وبدل ما تقول صعب الاقي نتيجه ولا لا، فكر الاول انك تشوف دايت مناسب وحاجه تكون مناسبه ليك ومع يومك تمشي عليها وتعرف تلتزم مع الدايت مع التمرين الاتنين مع بعض. ده افضل حاجه تديك نتائج. السؤال ده حرفيا تقريبا بسأله كل يوم. بص، الموضوع كله اولويات. لو انت حاطط جسمك وشكل جسمك وصحتك من ضمن الاولويات دي هتلاقي له وقت وتنزل تتمرن. ولو حطيت لجسمك وصحتك أولوية في يومك صدقني عمرك ما هتندم. بالعكس، عمرك ما هتندم لو خطفت ساعة في نص اليوم أو في آخر اليوم أو في أول اليوم ورحت اتمرنت. أيا كان وراك شغل قد إيه، أيا كان وراك مذاكرة قد إيه، أيا كان كنت مشغول، لو عملت كده ورحت الجيم واتمرنت صدقني هترجع تحس كل حاجة تمام وتكمل يومك حلو جدا. اهو دي بقى اكتر حاجه تعصبني، لما يكون حد بالذات لو عامل نتيجه حلوه جدا وبيتمرن وجسمه مظبوط بس وقف فتره الامتحانات. ايه الفكره انك توقف لما تيجي امتحانات؟ ايه الفكره؟ عادي ينفع مثلا تيجي امتحانات ما تاكلش ما تشربش ما تخش الحمام ما تتنفسش؟ ما ينفعش. فدي حاجه اساسيه المفروض تعملها باقي اليوم. عاوز فتره الامتحانات تعدي عليك من غير ما تحس باي ستريس خالص وتعدي زي كانها اي فتره عاديه، روح اتمرن. ما تقوليش مفيش وقت والمذاكره ومش المذاكره. انت لو فتحت الوقت اللي بتقعد فيه على الموبايل عندك في اليوم شوف كام ساعه، شوف مثلا كام ساعه تاني بتتفرج على التلفزيون، شوف كام ساعه تاني ممكن مثلا تخرج تشم هوا شويه، تتفسح شويه بره في الاسبوع. اكيد بتعمل كده. فجي عند الجيم يعني ده اللي هيضيع وقتك؟ اكيد لا.